يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى واجمل متابعين. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ وحشتوني كتير كتير. ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والرضا والسعاده وراحه البال. اللهم امين. النهارده عندنا يوم جديد وروتين جديد مليان طاقه ونشاط. تابعيني لاخر الفيديو ان شاء الله هتتبسطي منه. زي ما اتعودنا مع بعض، احنا النهارده يوم السوق، وبنروح السوق وبنجيب طلباتنا ومشترياتنا، وبعد كده بنيجي نشوف اسعارنا كانت ايه في السوق وجبنا ايه. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس زي ما اتعودنا نكسب مع بعض حسنتين ونذكر الله ونصلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين طبعا انا كنت في الوقت دوت كانت حوالي الساعة 10. انا زي ما قلت لكم دايما انا بحب اروح السوق بدري، بجيب طلباتي طازة وبتكون الحاجة يعني حلوة وكده واسعارها كويسة. زي ما انتم شايفين بقى انا قلت بقى ايه، اول حاجة بقى افضي الاكياس بتاعتي في المنظمات بتاعتي وفي الاطباق، وبعد كده هنشوف الاسعار بتاعتنا كانت ايه. زي ما اتعودنا احنا طبعا يوم السوق باجيب مثلا مشترياتي بتكفيني مثلا اسبوع اتنين حسب ما بتكفيني. يعني انا مثلا مش بروح كل اسبوع، يعني ممكن كل اسبوعين، يعني الطلبات دي ممكن تكفيني اسبوعين. لو جوزي مش موجود ممكن تكفيني 3. طولة ما هي محطوطة يا بنات زي ما قلت لكم في المنظمات، والاطباق دي مش في الاكياس، بتحافظ عليها دايما وبتخليها تعيش معاكي فترة اطول. وانتي هتحطيها في الكيس بتبقى الحاجة يعني ايه مش بتستحمل وكده. زي ما انتم شايفين انا كنت جايبة بسلة، معايا بطاطس، معايا خيار. البسلة كانت اللهم صل على النبي كان الكيلو ونص ب20، الخيار كان ب10 جنيه، برتقان كان السكري ب5 جنيه، والأستفندي كان ال2.5 ب10، الكوسة طبعا كانت الكيلو ونص ب10، الموز كان ب10. الطماطم يا بنات بدأت ترخص. حاولي ان انتي في الوقت دوت تقدري تجيبي وتخزني حبة يعني ايه، لان ممكن في الايام اللي جاية بتغلى وكده، فتقدري بقى في الوقت دوت ان انتي تخزني الكمية اللي انتي عاوزاها. زي ما قلت لكم انا بجيب بالكميه مثلا كل اسبوع او كل اسبوعين حسب ما بروح، واللي بيكون عندي في الدرج بالتلاجة بروح غسلاه ومنضفاه وحطاه في اكياس وحطاه في الفريزر. خلصنا طبعا ظبطنا كل حاجه في التلاجة بتاعتنا، رصينا كل الخضار بتاعنا. ابتديت بقى اغسل الرز بتاعي عشان نجهز الغدا بتاعنا. زي ما اتعودنا غدانا يوم السوق بيكون سمك. قلت اول حاجه بقى ابدا بيها هو الرز، قلت اغسله كده وانقعه على ما اشوف انا هعمل ايه في طلباتي. اللهم صل على النبي. طبعا جبت الخضار بقى معايا، قلت بقى كده ايه انضف بقى البصل كده الاول واغسله. زي ما اتعودت معاكم انا بجهز كل طلباتي الاول وبعد كده ببتدي في الغدا. آه انا يا بنات بحب اشكركم على تعليقاتكم الحلوه اللي انتوا بتكتبوها لي، واعذروني انا اليومين دول تعبانه جدا جدا، فده اللي بيأخرني في الفيديوهات. فانا والله مش عارفه اقول لكم ايه، انا عارفه ان انا مقصره قوي قوي في القناه. انا فعلا زعلانه ان انا مش بنزل فيديوهات كتير زي الاول بانتظام، بس والله العظيم غصب عني. اتمنى ان انتوا يا رب اي فيديو ينزل من عندي ان انتوا تدعموني تقفوا جنبي، لاني اقسم بالله انا محتاجه القناه دي فوق ما تتخيلوا. محتاجه وقفتكم جنبي، محتاجه قناتي تكبر بيكم. ولو اول مره تشوفيني انا ام لينا يا ستي ودي قناتي، انزلي يلا اضغطي على كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو وفعلي زر الجرس واضغطي على كلمه الكل، ونوريني في عيلتي الصغيره. وربنا يا رب يخليكم ليا الحبايب اللي بيكتبوا لي التعليقات الحلوه اللي بتفتح نفسي وبتكبر بخاطري. وبقول لكم والله انا على قد ما هقدر وعلى قد ما بقدر هنزل فيديوهات، بس والله اعذروني لان زي ما قلت لكم انا تعبانه جدا جدا جدا، فغصب عني. وده الحاجه الوحيده اللي انا يعني مخلياني ان انا اتاخر عليكم وكده. زي ما انتم شايفين بقى طبعا غسلت الخضار بتاعي ونضفت الحوض بتاعي. انا بحب انضف مكاني اول باول عشان ما احسش ان المطبخ مثلا اتكركب عليا او كده او امل منه. قلت بقى اعمل التمليحه بتاعه السمك. انا كنت جايبه بوري يا بنات، انا مش كنت جايبه في اليوم ده، هو كان عندي يعني وكده. ابتديت بقى اعمل الدقه، طبعا توم وفلفل، خضره محشي، طماطم وليمون، بضربها كلها في الخلاط وبعد كده بتبلها بالملح وبالكمون. هنا بقى كان عندي الملح كان خلصان، قلت بقى ايه بالمره كده وانا واقفه في المطبخ افضي كيس من الملح، بحيث ان انا طبعا هحتاجه في بقيه الغدا وكده للرز او اي حاجه. جيت بقى هنا قلت اعمل السلطه بتاعتي. طبعا زي ما انتوا عارفين انا زي ما قلت لكم انا بجهز كل شيء وبعد كده ببتدي اعمل الغدا بتاعي. بقول لكم يا حبايب قلبي يا رب يخليكم ليا وما تحرمش منكم على تعليقاتكم وعلى الناس اللي بتسأل عليا في التعليقات. بقول لكم والله انا موجوده، ولكن بس اللي ملخبط معايا الامور بس تعبي شويه اليومين دول، فاعذروني اعذروني ان انا مقصره معاكم، مقصره في حقكم والله، ومقصره في حق القناه.
ان شاء الله الامور تتظبط معايا وابتدي انزل طبعا ان شاء الله فيديوهات بانتظام. وزي ما قلت لكم اتمنى دعمكم ليا ودعمكم للفيديوهات، وقفتكم جنبي، محتاجه وقفتكم جنبي، محتاجه قناتي تكبر بيكم. خلصنا بقى السلطه بتاعتنا. جيت هنا بقى قلت ايه، هعمل دقه كده للبتنجان. قلت اعمل بتنجانه مشويه في الفرن بالمره وانا بشوي، يعني قلت بقى استغل الفرن وكده. حبيتي بقى تشوي بطاطايه، حبيتي تشوي بتنجانيه، وانتي بتشوي كده بحطها يعني في جنب من الفرن وبعملها. حتى لو انا مش هستعملها النهارده، لو هستعملها مثلا تاني يوم للفطار او كده، استغلي الفرن بتاعك في اي حاجه وانتي بتعملي. عملت الدقه بتاعتي طبعا فلفل وتوم، طبعا هعصر عليها الليمون. طبعا انا كده كنت لسه ما طبعا مش ما طلعتش على السطوح اشوي، انا كنت مجهزه البتنجانه بتاعتي، طبعا غسلتها في اول الفيديو واديتها غزه من النص كده عشان ما تفرقعش معاكي في الفرن. قلت بقى اولع الرز بالمره كده وبهدي عليه، وبعد كده بغسل السمك بتاعي وبطلع على طول على السطوح. يعني بولع الرز بتاعي وتو ما بيتردد او بينشف من القعد بتاعه ببتدي اهدي النار عليه يستوي بقى براحته على نار هاديه، وبكون انا اطلع بقى على السطوح اشوي. البوري ده بقى يا بنات زي ما قلت لكم انا كنت جايباه في مشتريات سوق، يعني كان قبل كده وكنت حاطاه في الفريزر. انا كنت جايبه الكيلو ب50 جنيه. إيه هو السعر غلي برضو دلوقتي عن يعني على ما اظن بسمع او ب60 او ب70، بس هو كان عندي في الفريزر يعني. قلت بقى هنا اطلع على السطوح. انا بقى كنت بحاول احط البتنجانه في الفرن، حتى لينا بنتي كانت بتضحك عليا قوي وتقول لي البتنجانه مش عايزه تخش الفرن يا ماما ولا تستوي، مش عايزه تتشوي في الفرن يا ماما. طبعا انا حميت الفرن بتاعي، طبعا ده بوري. بحمي الفرن بتاعي وبدخل البوري على نار هاديه، يعني بهدي الفرن قبل ما بدخل البوري بتاعي. ليه يا بنات؟ لان البوري طبعا زي ما احنا عارفين السمك البوري اللهم صل على النبي، بطبيعته سمين، يعني في نسبة دهون عالية، فمن السهل ان هو يحمر معاكي من بره ويكون لسه مستواش. فبتهدي النار عليه من البداية عشان زي ما هياخد سوي حمار بره بيستوي جوه. فدايما لازم البوري بالذات بتهدي النار عليه، عشان زي ما قلت لكم هو من السهل ان هو يحمر من بره ويكون لسه مستواش وكده. فلا، هدي النار عليه وحاولي تقلبي بقى زي ما انتم شايفين اهوت. كنت كل دقيقة كده بقلبها على الجنب التاني. وكمان البتنجانية بتاعتي برضو كل مثلا دقيقتين كده بروح قلباها مضيراها مثلا الناحية التانية لحد ما ما تستوي معايا زي ما انتم شايفين اهوت. ما بغيبش على البوري لان زي ما قلت لكم في نسبة دهون عالية ومش بياخد حمار من بره كتير يعني. فدايما تقلبي عشان يبقى السوا واحد ويستوي معاكي، وطبعا ما يبقاش مثلا ما يتحرقش منك من بره وهو لسه مستواش زي ما قلت لكم. طبعا بنعمل الموضوع ده في السمك الكبير. السمك الصغير قلت لكم دايما بتحمي الفرن وبتدخليه على نار عاليه عشان ما ينشفش منك في الفرن. وكذلك طبعا زي ما قلنا البوري هنهدي عليه النار. طبعا امهاتنا وكل حبايبي عارفين الكلام ده، انا مش بقول، انا مش بعلم على حد او ان انا مثلا خبيره او ان انا مثلا بعمل حاجه انتوا مش بتعرفوا تعملوها. انتوا كلكم ستات بيوت زي الفل، ولكن احنا بنقول للبنوتات الصغيره اللي لسه ما طبعا لسه اول مره اشوي مثلا البوري وانا مش عارفه نظامه ايه، هيحمر مني بسرعه، بياخد مني وقت. زي ما قلت لكم يا حبايبي احنا بنتعلم من بعض، انا بتعلم منكم وانتوا بتتعلموا مني. يعني انا برضو بدخل على قنوات كتير وبتفرج عليكم وبشاهد ناس كتير جدا وبحب ناس كتير جدا وقنوات كتيرة جدا، ربنا يوفقهم يا رب جميعا. وبحب دايما المعلومة اللي انا بعرفها وبنفذها على نفسي، بحب ان انا اطلع ليكم بيها وبقولها لكم. فيا رب دايما يديمنا مع بعض يا رب دايما، ويخليكم ليا وما يحرمنيش منكم يا حبايبي، يا اغلى اخوات واغلى ناس في الدنيا. والله العظيم انتوا اغلى ناس عندي في الدنيا، ناس حلوة بتسأل عليا. بحس ان في ناس فعلا فاكراني وبتسأل عليا، ولما بغيب بتقولي انت فين. ربنا يا رب يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. طبعا انا طلعت، طبعا دي كانت التمليحة او الدقة اللي انا كنت عاملاها. في ناس يا بنات بتكمر البوري، بتحط مثلا ملح وشطة ناشفة وكمون وبتحطه في كيس وهو طالع من الفرن كده بتلفه في الكيس، يعني بترش عليه الملح والشطة والكمون وتعصر عليه الليمون وبتكمره في الكيس ده، بتروح لفاه كده وبتسيبه. حبيتي تعملي تمليحه زي ما انا عاملاها براحتك. هنا بقى كانت البتنجانه بتاعتي طبعا كمان استوت. على ما السمك بتاعي استوى كانت البتنجانه بتاعتي استوى.
نزلت طبعا قشرتها طبعا، وحطيت بقى عليها الدقه اللي انا كنت عاملاها، الفلفل والثوم والليمون، طبعا نقطه من الزيت. قلت بقى اجهز بقى الغدا بتاعنا. كانت لينا بنتي كانت خلاص جت من الحضانه، لان طبعا زي ما انتوا عارفين يوم السوق ده بيبقى يوم مرهق، ولكن والله العظيم يوم خير. بتملي بيتك كله بالخير، وبتحسي كده ان تلاجتك اتملت بخيرات الله. ربنا يا رب يجعل دايما عندكم الخير كله، ويجعل بيوت المسلمين دايما عمرانة بخير ربنا يا رب، اللهم امين. انا هنا كنت خلصت بقى وجهزت الغدا بتاعي اهو. طبعا السمك بتاعي اتعملت، السلطة، البتنجان، الترشي. يا رب دايما اتمنى ان انا اكون ضيفة خفيفة عليكم. ما تنسونيش يا حبايب قلبي باللايك، عشان اللايك بيرفع من الفيديو وبيديني طاقة وبيشجعني. بحبكم في الله، أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.